القصيدة الحقيقية المتنبي التعجيزية هي صالح نط جاب لي خط أنا وصالح تو انبط. النهارده يوم 6 يناير 2025، انتشر خبر وفاة المؤثر السعودي المعروف على منصة التيك توك عثمان التميمي بسبب سكتة قلبية مفاجئة. الخبر ده صدم كتير من متابعيه ومحبيه على السوشيال ميديا. عثمان التميمي كان عنده أكتر من مليون متابع على تيك توك، وفيديوهاته جمعت أكتر من 46 و500 مليون إعجاب. كان بيقدم محتوى متنوع بين الفكاهة والتوعية، ونجح في بناء علاقة قوية مع جمهوره من خلال تفاعله المستمر معهم. السكتة القلبية اللي تسببت في وفاة عثمان هي حالة طبية بتحصل لما القلب بيتوقف فجأة عن ضخ الدم، وده بيؤدي لفقدان الوعي وانقطاع التنفس. الحالة دي نادرة الحدوث عند الشباب، وده اللي خلى وفاة عثمان صدمة كبيرة لكتير من الناس. آخر فيديو نشره عثمان على تيك توك كان بيتكلم فيه عن أهمية كفالة الأيتام، وده بيعكس اهتمامه بالقضايا الإنسانية والمجتمعية. الناس اللي على السوشيال ميديا عبروا عن حزنهم الشديد لوفاته ودعوا له بالرحمة والمغفرة. وفاة عثمان التميمي بيفكرنا بأهمية الاهتمام بصحتنا وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، خاصة إن السكتة القلبية ممكن تحصل لأي حد في أي وقت. فالنهاردة بنعزي أسرة عثمان التميمي وكل محبيه، وندعو له بالرحمة والمغفرة.